ليه معظم الاندي جيمز مهدده بالفشل؟ ده سؤال ناس كتير بتساله، ففي فيديو النهارده هجاوب على السؤال ده. فبدون كلام كتير خلونا نبدا. بس قبل ما نبدا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ويلا بينا نبدا. قبل ما نعرف ليه معظم الاندي جيمز بتفشل، محتاجين الاول نعرف ايه هي الاندي جيمز. الاندي جيم هي اي جيم اشتغل عليها فرد واحد او تيم صغير، فده معناه ان السكوب بتاع الاندي جيمز بيكون صغير. وبعد ما عرفنا ايه هي الاندي جيمز، تعالوا نعرف ايه اللي بيخلي معظمهم يفشلوا. اول سبب بيكون ان البوتنشال كاستمر مش قادر يفهم الاندي جيم عن ايه، وده ممكن يكون بسبب جيم بلاي مش واضح او ان اللعبه مش بتوصل فكرتها بسرعه، وده اللي بيخلي الكاستمر يشوف لعبه تانية لان قدامه اختيارات كتير. يعني انت مثلا بتشوف لعبه على ايبك جيمز او ستيم قبل ما تشتريها ومش عارف توصل للفكره بتاعتها، فطبيعي ده ممكن يخليك تغير رايك ان انت تشتري اللعبه دي، وده اول سبب من الاسباب اللي بتخلي الاندي جيمز تفشل. تاني سبب معانا هو نقص التمويل. طيب يعني ايه؟ يعني ان ممكن تكون فكره اللعبه كويسه جدا، ولكن عشان مفيش تمويل ففي مشاكل وباجز كتير، والكاستمر مش هيعجبه الكلام ده لانه طبعا متعود على شكل معين وثابت ان كل حاجه تكون شغاله بشكل كويس. وغير كده ليه ممكن حد يلعب لعبه فيها مشاكل بسبب نقص التمويل؟ حتى لو فكرتها حلوه فهو برضه هيشوف حاجه تانية تكون فيها الاكسبيرينس مكتمله. ودلوقتي ندخل في ثالث سبب، والسبب ده كتير من الديفلوبرز دايما بينسوه، الا وهو الماركتنج. لو لعبتك دي كويسه جدا واللي هو ما حصلتش قبل كده، لو ما عملتلهاش ماركتنج كويس فبالتالي مش هتتعرف، وده معناه ان محدش هيلعبها. فلازم انت كجيم ديف يكون عندك ماركتنج بلان كويسه، عشان انت لو معتمد ان اللعبه تنجح بالجيم بلاي بس وتبقى فايرال هيت، ده في حد ذاته مخاطره. والعاب كتير جدا بتبقى كويسه وبتفشل في النهايه بسبب ان هي مش بيتعمل لها ماركتنج كويس، فبالتالي مش بتتعرف. ودلوقتي نيجي لرابع سبب، وهو ان ممكن سبب بسيط زي ان اللعبه يتعمل لها ببلشنج في وقت غلط يدمر لك اللعبه. طيب ده يعني ايه؟ يعني لو مثلا في لعبه تريبل اي هتنزل الاسبوع الجاي، يبقى شيء غير منطقي ان انا انزل اللعبه بتاعتي في نفس الاسبوع اللي هتنزل فيه اللعبه تريبل اي، لان منطقي جدا محدش هيسيب اللعبه تريبل اي ويلعب اللعبه بتاعتي. فالتوقيت مهم جدا ولازم ناخد بالنا منه. دلوقتي نيجي لاخر سبب معانا، وهو السعر. لازم تسعر اللعبه بتاعتك بشكل منطقي ومتناسب، عشان لو اللعبه رخيصه جدا فانت مش هيجيلك ربح كويس، ولو غاليه جدا فمحدش هيخاطر انه يدفع مبلغ كبير في لعبه من ديفلوبر مش معروف. فلازم تاخد بالك كويس من الجزئيه دي، عشان لو تسعيرك غلط فده هيضر لعبتك جدا حتى لو هي لعبه كويسه. وبكده نكون خلصنا الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واتمنى تكونوا استفدتم. ولو عجبكم الفيديو فما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وخبر حلو ان احنا داخلين على 500 مشترك بفضل الله. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتكتبوا لي رايكم في الكومنتس، وتعملوا شير للفيديو في كل مكان عشان اكبر عدد من الناس يستفيد. شكرا ليكم والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله. انا احمد علاء، والسلام عليكم.